اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. فاكر أول مرة شُفت الجملة دي أيام المدرسة في ورقة الامتحان، كانت بتبقى مكتوبة بخط عريض فوق سؤال الاختيارات، وإحنا ما كانش عندنا أي اعتراض على السؤال ده، بالعكس كنا بنحبه أوي علشان إجابته أسرع، مجرد علامة هنحطها جنب الاختيار الصحيح، ما فيش كتابة كتير، ده غير إن اللي مش مذاكر كان بيعرف يغش بسهولة. كنا بنبُص على الاختيارات ونبدأ نفكر دي والّا دي والّا دي، وكان عندنا إحساس إن القرار في إيدينا، لإن في الآخر إحنا اللي هنختار. لكن عمري ما أفتكر إن حد فينا وقف لحظة وسأل سؤال تاني، مين اللي حدد الاختيارات؟ ومين اللي قفل الأقواس؟ وليه الاختيارات دي بالذات؟ وليه ما كانش في اختيارات غيرها، واختيار واحد بس هو اللي كان صح؟ وده كان طبيعي وقتها. تساؤلات زي دي ما كانش هيبقى ليها معنى في النوع ده من الأسئلة. ده كان امتحان، ليه منهجه وليه الإجابات المحددة بتاعته. بس يمكن إحنا خرجنا من المدرسة وفضلنا بنفكر بنفس الطريقة، كل ما نقابل موقف فيه اختيار نفكر في الاختيارات اللي بين الأقواس من غير ما نسأل هو ده كل اللي موجود؟ ولا لو فتحنا الأقواس ممكن نلاقي اختيارات تانية كتير بس إحنا مش شايفينها. الحلقة دي مش بس عن حرية الاختيار، لكن كمان عن الأقواس اللي بتحدد الاختيار، وإيه ومين اللي بيقفلها علينا. خلّيني أحكي لك عن برنامج يمكن أغلبنا شافه في وقت من الأوقات، Deal or No Deal. فكرة البرنامج كانت بسيطة جدًا، قدّام المتسابق شنط مقفولة، وفي كل مرحلة مطلوب منه يختار، يفتح الشنطة والّا يسيبها، يقبل العرض والّا يرفضه، ومن المفترض إن القرار كان في إيده، وده كان صحيح على الأقل من وجهة نظره، وجهة نظر المتسابق. لكن وأنا باتفرّج لَفَت نظري إن اللعبة ما كانتش مجرد شُنط وأرقام، كان في حوار بيحصل قبل لحظة الاختيار، حوار بيأثّر على المتسابق وأحيانًا بيوجّهه. المذيع صحيح ما كانش بيوجّه المتسابق بشكل مباشر، ما كانش بيقول له اقبل أو ارفض، بس كان بيعمل حاجة أبسط من كده، يسأله مثلًا أنت متأكد؟ ويسكت شوية. طب لو العرض اللي بعده طلع أقل؟ ويسكت شوية. لو الشنطة اللي في إيدك هي الكبيرة. أسئلة بسيطة وما بين كل سؤال لحظات صمت، ومع كل سؤال كان بيتغير إحساس المتسابق بالقرار. الأسئلة دي كانت مصممة بشكل دقيق علشان تأثر على قرار المتسابق. دي كانت بتأثر على الجمهور كمان، فيتحول هو كمان لوسيلة ضغط وتأثير وتوجيه للمتسابق. الشنط هي والأرقام ما اتغيرتش، لكن الطريقة اللي المتسابق بقى شايف بيها الاختيارات هي اللي اتغيرت. مرة يحس إن الاستمرار شجاعة، وبعد دقيقة يحس إنها مخاطرة. مرة يحس إن العرض قليل، وبعد شوية يحس إنها فرصة عمره. وفي الآخر لما يقرر بيكون مقتنع إن هو اللي اختار، ما هو فعلا اللي نطق بالقرار. بس يمكن القرار ما اتولدش في اللحظة اللي نطق فيها، القرار فضل يتكون قبلها بوقت، مع كل كلمة ومع كل سؤال، مع كل تشجيع ومع كل تشكيك، ومع كل احتمال، ومع الطريقة اللي اتعرضت بيها الاختيارات. وده خلاني أسأل نفسي سؤال، إذا كان مجرد برنامج ترفيهي مدته كام دقيقة قدر يغير إحساس إنسان بقراره، يبقى كام قرار في حياتنا اتغير مش لأن الاختيارات اتغيرت، لكن بسبب الطريقة اللي شفنا بيها الاختيارات، الطريقة اللي اتعرضت بيها علينا. ويمكن واحنا بنتكلم عن الاختيارات بيتهيأ لنا إن المشكلة بتحصل لما يكون قدامنا اختيار واحد أو اتنين أو تلاتة محبوسين بين قوسين، لكن الحقيقة ممكن يحصل العكس تمام. ممكن يبقى قدامك عشرات الاختيارات وبرضه ما تكونش خرجت بره الأقواس. خليني أقربها بموقف عادي جدا. لو دخلت مطعم واتحط قدامك المنيو، قائمة كبيرة، صفحات وأصناف وصور، هتقعد تقلب فيها 5 دقايق ويمكن ربع ساعة لحد ما تستقر على حاجة. ولما يوصلك الطلب بتاعك بيبقى عندك إحساس إن أنت اللي اخترت، وده صحيح. لكن أنت اخترت من إيه؟
من كل الأكل اللي موجود في الدنيا ولا من اللي موجود في القايمة؟ الإجابة واضحة طبعا، بس الغريب إننا عمرنا ما فكرنا في إن ده قيد. بالعكس، كل ما القايمة تكبر كل ما نحس إن حريتنا زادت، مع إن اللي زاد هو عدد الاختيارات جوه نفس القايمة، مش عدد الاحتمالات الموجود فعلا. وده مش عيب في المطعم، كل مطعم غالبا بيبقى عنده قايمة أو تخصص في أنواع أكل معينة، زي ما كل امتحان بيبقى له اختيارات محددة. المشكلة لما ننسى إن دي قايمة ونتعامل معاها كأنها العالم كله، وساعتها حتى لو كان قدامنا 100 اختيار إحنا ما خرجناش بره اللي حد تاني قرر يعرضه علينا. علشان كده المشكلة مش في الاختيارات قليلة ولا كتيرة، مش في عدد الاختيارات، المشكلة لما نبطل ندور بره الأقواس. المشكلة في عدد الاحتمالات اللي خرجت بره حساباتنا قبل ما نبدأ نختار. وخليني أسألك سؤال، بس حاول ما تجاوبش بسرعة. تخيل إن نفس الشخص اللي هو أنت، بنفس شخصيتك، قدراتك وذكائك، وبنفس طريقة تفكيرك، لكن اتولدت في بلد تانية، بتتكلم لغة تانية، كبرت وسط ناس مختلفين، وبتشوف العالم من أول يوم بشكل مختلف. هل كنت هتبقى نفس الشخص؟ يمكن في حاجات كتير كانت هتفضل زي ما هي، لكن هل كنت هتحلم نفس الأحلام؟ هل كنت هتقيس النجاح والفشل بنفس المقاييس؟ هل كنت هتلبس نفس اللبس؟ هتحب نفس الأكل؟ هتشجع نفس الفريق؟ هل كنت هتختار نفس الشغل؟ يمكن ويمكن لأ. الأسئلة دي هنا مش غرضها الإجابة، لكن السؤال الأهم هو إحنا ليه أصلاً متأكدين إن اختياراتنا الحالية هي الاختيارات الوحيدة اللي كانت ممكن تحصل، مع إننا ما بنختارش من كل الاحتمالات اللي موجودة، إحنا بنختار من الاحتمالات اللي عرفنا إنها موجودة. والفرق كبير بين الاتنين، لأن يمكن يكون في مهنة لو كنت عرفتها كنت حبيتها أكتر لكن عمرك ما سمعت عنها. يمكن في طريقة حياة أقرب لطبيعتك بكتير لكن محدش حواليك عاشها فما جاتش في بالك أصلا. ويمكن في احتمالات وأسئلة ما فكرتش فيها، مش لأنك استبعدتها، لكن لأنها ما دخلتش دايرة التفكير من البداية، كانت بره الأقواس. وده يمكن أول معنى حقيقي للأقواس. الأقواس مش بس بتجبرك على اختيار معين، هي كمان بتحدد لك إيه اللي هيدخل دايرة الاختيار من البداية. ولو رجعت بذاكرتك شوية يمكن تفتكر موقف في حياتك كنت مقتنع إن ما عندكش فيه غير اختيارين 2 بس، وبعد سنين اكتشفت إن كان فيه اختيار تالت ورابع وخامس، لكن ساعتها ما كنتش شايفه. ومن هنا محتاجين نسأل أكتر عن الاختيارات اللي ما وصلتش قدامنا أصلا. تخيل أنت بتدور على معلومة وفتحت أي محرك بحث وكتبت سؤال، بعد ثواني هتظهر قدامك آلاف النتائج. هتقرأ النتيجة الأولى ويمكن التانية، أو تبذل مجهود أكتر وتقرأ لحد 10، وفي الآخر هتختار. لكن أنت اخترت من اللي ظهر، مش من كل اللي كان ممكن يظهر. في آلاف الصفحات ما وصلتش لعينك أصلا، خرجت من دائرة الاختيار قبل ما تختار. وفي مثال أوضح لو رحنا للسوشيال ميديا. أنت هنا ما بتكتبش سؤال، ما عملتش بحث ولا طلبت محتوى معين، أنت بس فتحت الابليكيشن وهتبدأ الفيديوهات تظهر. هتضحك مع واحد وهتختلف مع التاني، وفيديو هتكمله وفيديو هتقفله، وفي الآخر بيبقى عندك إحساس إن دي رحلتك الشخصية، ذوقك واختياراتك. لكن السؤال، كام فيديو ما ظهرلكش أصلا؟ كام فكرة ما عدتش قدامك؟ كام رأي كان ممكن تسمعه ما دخلش دايرة تفكيرك؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا مع الابليكيشنز دي وبعدين ما بنفكرش غير في اللي ظهر قدامنا وشفناه بعينينا. لكن اعتقد احنا محتاجين نفكر اكتر في اللي اختفى قبل ما يوصل قدامنا، وخصوصا ان في احيان كتير اللي اختفى ده بيختفي بقصد. الاقواس هنا مقفولة من غير حتى سؤال ولا بحث. وعايز ارجع تاني لمثال المطعم، علشان في حاجة غريبة تانية بتحصل بعد ما بنختار. أول مرة بتروح مطعم جديد بتقعد تقلب في القايمة، تقرأ وتقارن وتحتار شوية لحد ما تختار.
لكن لو رُحت نفس المكان بعد كده مرّة و2 و10 غالبًا هتطلب نفس الطلب، مش لإنّك قريت القايمة من أول وجديد، لكن لإنّك عرفت اللي فيها، وبعد فترة ما بتفتحهاش أصلًا، ممكن تقول الطلب قبل حتى ما الجرسون يحطها قدّامك. لمّا بنكرر الاختيار كذا مرّة بنبطّل نحس إنه اختيار، بننسى إنه كان في بدايته اختيار، بيتحول للعادي، الطبيعي. طيب هل ده غلط؟ غالبًا لأ، إحنا محتاجين العادات، وما حدش هيقدر يبدأ يومه من الصفر كل يوم، لكن يمكن المشكلة لمّا العادة تخلّينا ننسى إنها بدأت باختيار، لإن أول مرّة ليك في المطعم كنت تقدر تطلب أي حاجة تانية، لكن بعد شوية بقيت مقتنع إن ده ذوقك، مع إن الفرق كبير بين إن الحاجة تعجبك فعلًا، وبين إنك اتعودت عليها لدرجة إنك بطّلت تجرّب غيرها. والأكل هنا مجرد مثال بسيط، أعتقد إن ده بيحصل في حاجات أكتر بكتير من الأكل، في طريقة كلامنا وفي الأماكن اللي بنروحها، في الناس اللي بنقابلها، وفي الطريقة اللي بنبُص بيها لنفسنا. ساعات الواحد يقول أنا كده بثقة شديدة جدًا، بس السؤال أنا إمتى بقيت كده؟ وهل فاكر أصلًا إن دي كانت في يوم من الأيام مجرد واحدة من كذا احتمال؟ يمكن أغلب الحاجات اللي إحنا بنسميها طبيعتنا ما ظهرتش فجأة، هي اختيارات صغيرة اتكررت كتير، ومع الوقت اختفى منها إحساس الاختيار، ومع التفكير اكتشفت إن في نوع تاني من الأقواس، مش الأقواس اللي حد حطها لنا وقفلها، الأقواس اللي إحنا قفلناها بإيدينا. في أفكار من أول مرة سمعناها حطيناها بين قوسين وقلنا دي الأفكار الصح، وفي أفكار تانية خرجناها بره الأقواس وقلنا دي الأفكار الغلط، ومن يومها ما فتحناش الأقواس دي تاني، مش لأننا متأكدين لكن عشان اتعودنا. ومع الوقت القوس المقفول ما بيبقاش مجرد قوس، هو بيبقى حدود العالم. نبص لفكرة أو احتمال فنقول لأ ما ينفعش، مش وارد، من غير حتى ما نفكر أو نسأل هل الأفكار والاحتمالات دي فعلا مش واردة ولا أنا حاططها بره القوس من زمان. اكتفينا بإنها بره الأقواس، مع إن فتح القوس مش معناه بالضرورة إنك توافق على أي فكرة ولا إنك تغير رأيك. كل الحكاية إنك تسمح لاحتمال جديد يدخل دماغك وبعدين تحكم عليه، لأن في فرق كبير بين فكرة فكرت فيها ورفضتها وفكرة رفضتها قبل ما تدخل قائمة الاختيارات أصلا. وعشان كده أعتقد إننا محتاجين نفتح أقواس كتير، مش علشان نزود الإجابات لكن عشان نزود الاحتمالات. وبعد رحلة التفكير دي بقيت حاسس إننا دايما بندور على حرية الاختيار في المكان الغلط. لما بنقف قدام قرار نسأل إيه الصح وإيه الغلط، أختار ده ولا أختار ده. السؤال ده المفروض يجي قبله سؤال أهم، هي دي كل الاختيارات اللي قدامي ولا في احتمالات أنا أصلا مش شايفها؟ لأن لو الاختيارات اللي قدامي ناقصة فأنا ممكن بالتفكير أوصل لأنسب قرار بالفعل. القرار هيبقى منطقي، لكن منطقي على ضوء الاختيارات الناقصة دي. إنما لو الصورة اكتملت والاحتمالات زادت أكيد القرار هيبقى أنسب. وده يمكن يفسر مواقف كتير في حياتنا، مواقف رجعنا نفتكرها بعد سنين ونقول لنفسنا وإحنا مستغربين إزاي ما فكرناش في الحل ده، مع إن الحل كان موجود لكن ما كانش موجود بين الأقواس وقتها. ويمكن ده يخليني أبص لحرية الاختيار بشكل مختلف، مش إن يبقى عندي اختيارات كتير لكن إني أفضل قادر أكتشف إن في اختيارات تانية، وإن أي قايمة مهما كانت كبيرة هتفضل مجرد قايمة مش العالم كله. ودلوقتي نرجع من عند ما ابتدينا، المدرسة. لما كنا بنلاقي سؤال اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس عمرنا ما فكرنا نكتب إجابة بره الأقواس، مش لأنها غلط لكن عشان كنا عارفين إن الامتحان ده مش معمول عشان كده. بس اللي حصل إننا خرجنا من المدرسة والأقواس خرجت معانا، مع إن امتحان الحياة محتاج كتاب مفتوح. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.